نقدر نقول إن هما ما بذلوش شغل، بعكس الشخصين اللي بيرفعوا الأثقال حركوا الثقل من مكانه في خط عمل القوة اللي هو لأعلى، فقدرنا نقول إن هما بذلوا شغل. طيب، ايه صيغة القانون الخاصة بالشغل؟ تاني عنصر معانا في درس النهاردة. صيغة القانون: الشغل بيتعين من العلاقة الدبليو، اختصار لكلمة work يعني شغل بالانجليزي، بتساوي الاف القوة مضروبة في الدي القوة مضروبة في الازاحة او في خط عمل القوة. طبعا كمية متجهة في كمية متجهة هتدينا كمية متجهة، يبقى الشغل عندنا كمية متجهة. طيب، الاف دولة حاصل الضرب القياسي ليهم هيساوي اف دي كوزين سيتا. طيب، ايه هي؟ كده اخدنا معنى الشغل وعرفنا ان هو حاصل ضرب للقوة في الازاحة واتجاه وهو كمية متجهة، يبقى الشغل حاصل ضرب القوة في الازاحة وهو كمية متجهة، اتجاهها ايه؟ اتجاهها حاصل اتجاه خط عمل القوة. طيب، ايه القوة المؤثرة؟ العوامل اللي بتأثر على الشغل: القوة المؤثرة على الجسم من القانون، وتاني حاجة الإزاحة اللي بتحركها الجسم في خط عمل القوة، تالت حاجة وآخر حاجة اللي هي الزاوية بين اتجاه القوة المؤثرة على الجسم واتجاه إزاحته. يبقى 3 حاجات بيتأثر بيهم الشغل: أول حاجة من القانون القوة، تاني حاجة الإزاحة، تالت حاجة اللي هي إيه؟ الزاوية. قشطة يا مستر، يلا بينا بسرعة على العنصر الرابع: العوامل اللي بيتوقف عليها الشغل. هنشوف في الجزئية ديت ايه الرسم البياني او العلاقة البيانية بين الشغل وبين المتغيرات الثلاثة اللي احنا قلنا بيتأثر بيهم. اول حاجة قلنا الجسم، القوى المؤثرة على الجسم. في اي رسم بياني بنرسمه زي ما تعودنا، اي حاجة معانا في البسط تبقى طرد، اي حاجة معانا في المقام تبقى عكسي. طيب، عندنا حاجة تحت في المقام؟ ما عندناش في المقام، يبقى ما فيش اي تناسب عكسي. وبمناسبة عكسي يعني كل ما هو يزيد اللي بيتناسب معاه بيقل، والعكس صحيح. طيب، بالنسبة لإزاحة الجسم، طيب عايزين نجيب الميل، احنا بنشوف العوامل عشان نعرف نجيب الميل. زي ما قلت لك قبل كده، بتبص على الشكل، اي حاجة مرسومة عندك على الرسم البياني ما بتاخدهاش في الميل، واللي باقي كله بتاخده في الميل.
عندنا بعد كده الواجب ده حضرتك هتحله وتبعت رقم الإجابة في التعليقات، يا بتبقى اختيار واحد بس، هتختار اختيار واحد بس. الإجابة الصحيحة طبعا هيبقى ليها جوائز بنوزعها إن شاء الله يوم الأحد والأربع. وبالمناسبة بنسف على التأخير وعدم رفع فيديوهات في الفترة السابقة للانشغال. طيب ده واجب حضرتك هتحله وتبعت الإجابات في التعليقات. طيب جميل أوي. ده ملخص كامل للدرس هتلاقيه موجود في اللينك في صندوق الوصف، وكمان هتلاقي ملخص كامل للمنهج اللي احنا شرحناه قبل كده في لينك برضه في الوصف. طيب احنا كده بقينا دارسين ايه في المنهج. بعد ما نخلص المنهج ان شاء الله هننزل اسئله وامتحانات كتير عشان تعرف تتقن الماده ان شاء الله وتجيب فيها اعلى درجه. واشوفكم في فيديو جديد وبالتوفيق.